اصعب 3 بيعات في العالم. اول بيعه بيعه الجنازه. عندكم تربه يا ميشو عارفها باسمكم، باسم ابوك وامك ولا جدك وجدتك ولا خالتك ولا عمك؟ المعلومه دي مش موجوده عند نص الشعب، محدش بيفكر ابدا في الموت. اصعب بيعه هي بيعه بقى مش الموت، خطه الموت، اللي هو مش لما تموت هتدفن فين. في امريكا بيقول لك لما تموت هتدفن فين، ايه نوع الورد اللي عايزه فوق التابوت، ايه نوع التابوت، ايه نوع الخشب، ايه نوع البطانه بتاعه التابوت اللي انت هتنام فيها، ايه البدله اللي هتدفن بيها، ايه ماركتها، ايه مقاسها. كل ده بيتباع قبل ايه؟ قبل الموت. مراسم الجنازه، العربيه اللي هتاخد الصندوق من الجامع للتربه او من الكنيسه للتربه، مين اللي هيبقى واقف، هيبقوا واقفوا ازاي، مين الكاهن او الشيخ، كل ده بفلوس، وكل ده بيتباع قبل الموت. اللي هو الحانوتي هنا في مصر، احنا في مصر بنشتري الحاجات دي لما نموت، يعني لما حد يموت بنجري بقى نشوف هنجيب منين الصندوق، لو عندنا تربه يبقى الحمد لله هنلاقي حته ندفن فيها، وهكذا. فدي اصعب بيعه في العالم، لان انت تخيل بتروح لبني ادم بتقول له لما تموت تحب تدفن فين حضرتك؟ تحب التربه تبقى شرقي ولا قبلي؟ عزيزي العميل، اختار تربتك بنفسك. لو عجبك الكلام ده اعمل لي كومنتات هطلع لك تاني كل يوم.